مهم. تخيلوا معايا مجرد كتاب صغير على فن الترتيب راح يبدل لك حياتك كامل. شوفوا، أنا راح نحكي لكم على هذا الكتاب واللي اسمه The Life Changing Magic of Tidying Up لماري كوندو. المهم البنات ما يهمكمش النطق لأنه راح نخليكم واجهة الكتاب في الفيديو. شوفوا، واليوم راح نفهمكم علاش هذا الكتاب بالذات اللي راح يبدل لك حياتك كامل. أول شي حبيت نقوله باللي هذا الكتاب يحكي على فن الترتيب. شوفوا البنات، كي نقول ترتيب معناتها فوضى. الفوضى هذه ممكن تكون في الخزانة، ممكن تكون في الألعاب، ممكن تكون في المطبخ، ممكن تكون في المكتب، ممكن تكون في أي شيء. فهمتوا علي البنات؟ شوفوا، أهم شيء الإنسان لازم يقدر يبدل حياته. كيفاش يبدلها؟ بالترتيب. فهمتوا علي البنات؟ بالترتيب. بدلها بالترتيب، بالتخلص، بالتنظيم، بالتنظيف. شفتوا البنات؟ وأهم شيء في هذا الكتاب اللي راح يحكي على فن الترتيب والتخلص من الفوضى. هنا البنات أنا مثلا راح نعطيكم مثال. عندك تي الخزانة تاعك مليانة ملابس، هذيك الملابس ماكش تلبسي فيهم. عندك مثلا مطبخ مليان أشياء وماكش تستعملي فيهم. عندك مكتب مكدس بالكتب وماكش تقراي فيها حتى. عندك ألعاب أطفال تاوعك والله القش تاع قرايتهم والله متراكمة لدرجة ماكش عارفة مين تبداها حتى. شوفوا البنات، كل هذه الحوايج هي راها ماشي فوضى تاع مكان فقط، بل هي فوضى في القرار، بل هي فوضى في التعلق وفي التفكير. الإنسان مرات يعيش محاصر بأشياء ما يحتاجهمش، بصح يخاف يتخلى عليهم. يقول لك أنا بالك لو كان تخلى على هذيك الحاجة نحتاجها، هذه الحاجة لازم نخليها لهذاك الوقت. فهمتوا البنات؟ يقول هذيك الحاجة بالك يجي نهارها، هي في الحقيقة ديك الحاجة خلاص وقتها، خلاص ديك الحاجة لازم نصرميها، لازم تتخلص منها. فهمتوا علي البنات؟ بهذا الشكل نبقى طول حياتنا نفكروا باللي راه ديك الحاجة راهي نحتاجوها، ديك الحاجة راح يجي نهارها، ديك الحاجة راح عندها وقتها. وهذا الشيء راح يسلب منا طاقة كبيرة يا البنات. شوفوا، أنا راح نمدلكم اختصار. العباد اللي ما راحش تقرا هذا الكتاب ولا اللي قراته ما فهمتوش، أنا راح نمدلكم الاختصار تاعو. هذا الكتاب يقول بما معناه أو باختصار، يقول لك أي حاجة ما تضيفلكش قيمة في حياتك، ما تضيفلكش يعني ما تضيفلكش يعني حاجة في حياتك، ما تضيفلكش حاجة حقيقية في حياتك، ما تمدلكش حاجة إيجابية في حياتك، خرجها من حياتك. أي حاجة. شوفوا البنات، أي حاجة، أي حاجة، سواء ملابس، سواء قطعة مثلا، سواء إكسسوار، سواء حتى وين أشخاص، حتى وين مشاعر. فهمتوا علي البنات؟ الحاجة هذاك والله العبد هذاك الشخص هذاك ما راح يضيف لك قيمة في حياتك، قول له تفضل اخرج ما نحتاجكش في حياتي. هذيك القطعة تاع الملابس دارت عليها سنوات ما لبستيهاش، ما تحتاجيهاش في خزانتك، ارمي عليك والله. مهما كانت قيمتها، مهما كان ثمن تاعها، مهما كانت عزيزة عليك، مهما كانت عندها ذكرى في مخيلتك في راسك، ارمي عليك. فهمتوا علي البنات؟ شوفوا البنات، هنا راشي هنا ماشي الموضوع نتاع الرتب وخلاص. كاين وين ياسر بنات ومن بينهم انا كنت نخدمها، نحط كامل هذيك الخزانه ونقول خلاص اليوم نرتب ديك الخزانه. انا نحط كامل هذيك الخزانه ونقعد بالساعات في ديك الخزانه بالنهارات، والله بعض المرات بالنهارات. من بعد نقول خلاص هي كملت ترتبت، كي نفتح ديك الخزانه نلقى نفس القش، حاجه ما تبدلت، حاجه ما خلات بلاصه، حاجه ما ترمات. فهمتوا علي البنات؟ نلقاها نفسها، حاجه ما تبدلت فيه. ممكن تبدلت طريقه الترتيب، ممكن تبدلت حوايج حطتها من في الجزء الثاني ولا في القسم الثاني، وحده حطتها من القدام. ممكن حوايج توصيف، نقدم حاجه نوخر حاجه،
ترتيب الوان، ترتيب حاجه القليظه، فهمتوا عليا البنات؟ نلقى روحي بالساعات قاعد برن الايام النتيجه كيما راني نحكي لكم. هنا تفهموا باللي راكم ما درتوا والو. باش تعرفي باللي راكي درتي القرار الصح وباللي راكي طبقتي جزء من الفكره اللي قال هذا الكتاب، لازم تطيشي. باختصار لازم تطيشي. هذه الحاجه ما نحتاجهاش ارمي، هذه الحاجه ما نحتاجهاش كسروا لوح، هذه الحاجه ما نحتاجهاش قطعيها ورميها، هذه الحاجه عندها ذكرى متعلقه بها، ذاك التعلق الصامت اقسميها على 2 ورميها. الحاجه اللي تحسي روحك متعلقه بها خلاص ما عرفتيش كيفاش تخلصي بها، اكسريها. كتكسريها خلاص ثم تقولي ما نحتاجهاش. اما ذيك العباد اللي تجمل لك هذاك القشقش، هذه حاجه من ذاك العبد، وهذه حاجه نحتاجها، وهذه حاجه نركبها لهذيك الحاجه، وهذه قفله لهذيك الحاجه ندسها. ثم البنات هنايا راكم في فوضى كبيره ما راحش تتخلصوا منها مدى حياتكم. وتخيلوا البنات في هذا الكتاب راه يقول لك فكره عظيمه، يقول لك باللي هالفوضى هذيك اللي مخليتيها راهي ما هي الا انعكاس لفوضى داخلك، فوضى افكارك. شتو البنات هذاك العبد اللي يعود موسوس، هذاك العبد اللي يعود عنده فوضى داخل راسه، فوضى هذاك تلقيها معكوسه على حياته، تلقيها معكوسه في خزانته. تفتح الخزانه تلقيها فوضى، اعرفي بلي ذاك العبد ماشي فاهم راسه من كرعيه. وهنايا البنات انا حبيت ننصحكم كيما راكم كامل، اضربوا طلع ذا الكتاب، ما راكي خاسره والو. اقرايه افهميه، ماشي مجرد قراءه، اقرايه وفهميه، افهمي الفكره تاعو واش راها تقول، حاولي اهم شيء انك تطبقي ديك الفكره. اي اليوم انا ندخل هذه الخزانه نرتبها. شفتوا معايا بالفيديو انا كيفاش راني ندير؟ راني جملت نص الخزانه هذه رميته، نص الملابس رميتها، نص الملابس قطعتها، نص الخماخم هذيك راني القشقش هذاك رميته. اي عندي فونديتا ما نحتاجهاش، كريمه، قلم حمراء، ارمي دار عليها. والله كاين القش دار عليه سنين ورا ذاك القش عندي، ولا ذيك القطعه من الملابس عندي، وانا نقول غدوه نحتاجها، العام الجاي نحتاجها، في الصيف نحتاجها. خلاص ارمي عليك البنات. شوفوا البنات، بمناسبة إن جبدنا هذا الموضوع حبيت نطلق لفكرة، أو يعني فكرة فرعية. هذه القاعدة ما تطبقيهاش في الخزانة برك، ما تطبقيهاش في مطبخ، ما تطبقيهاش في ألعاب أطفالك. شفتوا ديك الألعاب تجملوها، شفتوا كنت تخرجوا من القراية خلاص قضات القراية تبدي تجملي فيك، ما تطبقيهاش هنا برك. ديري قياس عليها، طبقيها في الأشخاص اللي في حياتك. ديك الاشخاص اللي زائد ناقص في حياتك ما ضافت لك والو، فيها مجرد طاقه سلبيه 2 برك، نحيها من حياتك. ما نحتاجكش في حياتي، نحيها. شوفوا البنات هذه الفكره طبقوها ثاني في الهاتف تاعكم. عندك تطبيقات ما تحتاجيهاش، عندك صور قدام ما تحتاجيهمش، عندك محادثات لا راكي محتفظه بها، نحيها. هذيك مجرد اشعارات تستهلك التركيز تاعك، نحيها. شوفوا الهاتف تاعك راه يعكس فوضى راها في افكارك وانت ماكش حاسه. كل ما تنظفي اكثر، كل ما تنظفي اكثر، يعني اماكن، اشخاص، اشياء، مخك هو اللي راح يتنظف ويكون خفيف. شوفوا البنات جربوها معي، ماكم خاسرين والو. بمجرد تشوفي هذا الفيديو، انا اليوم راني رتبت الخزانه تاعي، انتي اليوم حطي هذيك الخزانه تاعك، مش شرط عنديني انا. اليوم قريت نظفي الهاتف تاعك. الهاتف تاعك عندك صور قديمه، عندك برامج ما تحتاجيهاش، عندك محادثات محتفظه بها، عندك سكرين شوت محتفظه بها تاع وصفه مش عارف. ارمي، نظمي، رتبي. فهمتوا علي البنات؟ اصعب شيء انا استخلصته من هذا الكتاب انه يقول لك ماشي اصعب شيء انك تتخلصي من ديك الحاجه، اصعب شيء كيفاش تتخلصي من التعلق بديك الحاجه. شفتوا البنات؟ هنا تفهموا باللي التعلق راه مرض، نقدر نقول عليه مرض بمعنى الكلمه، مرض.
تخلصي من ديك الصور القديمة، تخلصي من الملابس القديمة، ألعاب عندك مكسرة وتلقاي داسها نصها ولا ملابس ندسها تخلصوا البنات، تخلصوا. راها طاقة إيجابية كي تخلصي، كي ديري سياسة أو قرار التخلص، تلقاي نص حياتك فعلا 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 تغيرت 180 درجة، راح تغير حياتكم. وهنا بما انه انتهى الفيديو، حبيت نقول لكم اذا عجبكم المحتوى تاعي ما تنساوش تدعموني، واهم شيء اهم شيء حطوا لي في التعليق العباد اللي قرات هذا الكتاب شنو الاستفاده اللي داتها، ولا مازال ما قريتيش حبيت نقول لك غير روحي قرايه ودي الفكره منه، وهو جدا 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 فيه يعني افكار عميقه. وحبيت نقول لكم ما تنسوش تدعموني في القناة البسيطة هذه المتواضعة، وسلام.